مشاهدينا الكرام، حنا الان كنتواجدوا امام المنطقه الامنيه بعين الشق. اليوم وقعت واحد الكارثه، وفاه طفله عندها 15 سنه بسبب غاز البوتان. الحادثه كيفاش وقعت؟ ان كانوا جوج ديال البنات مع جوج ديال الشباب، شابتين قاصرتين وشاب قاصر وشاب بالغ العمر ديالو 18 سنه. يعني البنت والبنت الاعمار ديالهم 15 سنه طالعين 16 سنه، والولد اللي كان مع البالغ العمر ديالو 18 سنه. كيمشيو تيشريو غاز البوتان او ما يسمى بغاز الضحك، كيشريوه من واحد الساكه كيبيعوا ليهم واحد المجرم. بالنسبه لي انا مجرم، لان اي واحد كيبيع شي ماده قاتله او لا سم القاصر فهو مجرم، لان اي ملصقه ولا بزناز ولا اي واحد كيتعامل مع القاصرين راه خصو اقصى العقوبات. ملي كيجي عندك قاصر راه ما خصكش تبيع لي لا سيجاره، ما تبيع لي لا ورقه نيبرو، ما تبيع لي لا شيشه الكتريك، ما خصكمش تبيعوا. راه خاص اي واحد يثبت التورط وان كيبيع للقاصرين راه خصو اقصى العقوبات. هاد الجيرون ديال الساكا اولا مول الساكا جاو عنده هاد الوليدات عطاهم غاز البوتان. هاد غاز البوتان حقا كيديروه باش كيضحكوا، باعوا ليهم كيدخلوا في واحد القهوه اللي حتى هي تنتمناو ان اللي معتقل اليوم واللي هو الجيرون ديال ديك القهوه انه ياخذ اقصى العقوبات، لان المقهى اللي كيدخل قاصرين وكيخليهم كيتعاطاو لجميع انواع المخدرات اولا الشيشه راه خاص مولاه، راه خصو الحبس وخصو اقصى العقوبات. بركه ما تبقاوش خرجوا لنا على وليداتنا. هي البنيته شرات هذاك غاز البوتان، دارتو في ديك النفاخه، شماتو ولا ما عرفتش كيفاش كيديروا ليه، ماتت. جات تركب مع صاحبها في الطوموبيل ومعها صاحبتها وصاحب صاحبتها، ماتت البنيه. البنيه مشات عند الله. البنيه عندها ظروف اجتماعيه صعبه، امها مطلقه من باها وباها راه في الحبس بسبب انه مشربل صاحبته. يعني شوفوا الانحلال الاخلاقي اللي عند هذه البنيه في العائله ديالها وفي البيئه فين كبرات، اللي خلى هذه البنيه انها تقلب على واحد الملاذ اخر وتقلب على فين تمشي. وبالتالي هذه البنيه بدات كتقلب على احضان غريبه، كتقلب على صاحب، كتقلب على صاحبه، كتقلب على المخدرات، حتى وفاتها المنيه. ونحييو المجهودات الكبيره اللي قاموا بها الشرطه ديال عين الشق، الشرطه القضائيه بالخصوص، بالتنسيق مع ولايه امن الدار البيضاء، انهم اعتقلوا لا الجيرون ديال الساكا ولا المسير ديال المقهى ولا هذاك الولد اللي ماشي قاصر اللي كان مع البنيه، وتم اخلاء سبيل القاصر الاخرى مع الشاب القاصر، متابعون في حالات سراح.